أنا اسمي أحمد غريب محمد جعفر، طبيب نفسي. بعد دراستي للطب درست هندسة كمبيوتر وكمبيوتر ساينس، لأن أنا شغال في ميدل إيسترن أفريكا ك IT بروفيشنال. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في البداية قريتها في 6 إبريل، وكان في جروب تاني شبكة الرصد المصرية اللي كان فيها برضو معلومات، فادونا أخبار إن احنا هنبتدي يوم التلات. يوم التلات ده أنا مروحش الشغل، ونزلنا من الساعة 12 الظهر، نزلنا في التحرير ولقينا في مظاهرات وقفنا فيها. يوم التلات ده كان هدفنا كلنا إن احنا نعمل مظاهرة ونعبر عن رأينا من غير ما نبوظ أي حاجة. كنا واقفين كل شوية بنقول سلمي سلمي. شوية ابتدت الشرطة تحدف علينا قنابل مثيرة للدموع. بالليل كان عددنا زاد قوي، وصلنا ل20,000. بس الساعة 12 بالليل هجموا علينا هجوم رهيب، حدفوا علينا قنابل كتير قوي ورصاص. فضلت الشرطة اضطرتنا وانهزمنا اليوم ده. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. فنزلت تاني يوم الأربع ورحت عند نقابة الصحفيين، وقفنا وقعدنا ظاهرنا شوية وكده، وبعد كده ابتدت الشرطة تهاجمنا. بعد كده لما روحت قريت في الفيسبوك في الجروب بتاعة 6 إبريل إن احنا هنركز ليوم الجمعة. شوية لقينا الفيسبوك راحت اتقطعت والناس مش قادرة تخشها، ولا هي ولا تويتر. رحت ابتديت ادي للناس طرق ازاي على الرغم من القاعدة مقفولة ازاي يخشوها. اديتهم اسامي برامج واسامي سايتس لو نزلوها ودخلوا عن طريقها بتقدر تخليهم برضو يخشوا. الساعة 12 بالليل لقيتهم راح قفلوا الانترنت تماما. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. بعد ما خلصت الصلاة لقيت ان في مظاهرات ابتدت، فدخلت نفوسنا المظاهرات. واحنا ماشيين في الشوارع كنا نقعد نقول لهم يا مصري انزل يا مصري انزل وبتاع. فكان في ناس تقوم تشاور لنا وتقتنع وتنزل معانا ونقول سلمي سلمي سلمي. لان في حتة قدام الشرطة عمالة تحدف قنابل ورصاص، وعاملين يجيبوا عربيات بتاعت الشرطة يهجموا بيها على الناس. كان معايا واحد صاحبي فجأة لقيته مصاب واتعور وشه كله دم، خدته شلته وديته الجامع. ولما دخلت الجامع لقيت ناس كتير مصابة وناس ميتة، وانا في الجامع وبحطه فجأة لقيت الشرطة بتضرب في الجامع، بتضرب عليه رصاص وغازات. والدكاترة اللي جوه راحوا مسكوا المايك فضلوا يتحايلوا على الشرطة ولا حرام عليكم ما تضربوش هنا، ده مسجد واحنا هنا دكاترة بنعالج الناس المصابة والناس المتعورة. لقيت الرصاص كتير وبتاع. دخلت التحرير تاني ورجعت في الصفوف الأولانية اللي احنا بنحاول ندافع عن نفسنا، وأنا أصبت إصابة كبيرة جدا لأن عربية صلب مدرعة هي اللي خبطتني. أول ما العربية دي خبطتني حسيت إحساس بسيط كده إن في ناس بتشدني ونحطوني في عربية ونقلوني بسرعة على المستشفى. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. انا كنت بديهم الخل والادوات والحاجات اللي هم والكربونات والحاجات دي اللي يستخدموها لما تيجي الكنابل عليهم. فانا كنت بديهم بعض الحاجات اللي تنفعهم لو تعرضوا لحالة اختباء. والله انا يعني احمد ابني ده خدته في الحضن جامد جدا كده، ونور ابني خدته في الحضن جامد جدا. قلت له يا حبيبي احتمال تكون دي اخر قبلة ليك. وأنا أصبت إصابة كبيرة جدا، ميت كسر في الجمجمة وكسر في الضلوع، ورجلي اتفتحت واتخيطت وراسي اتفتحت واتخيطت. الحمد لله يا احمد، عمر تعبك ما راح على الفاضي، لا انت ولا اي حد اتعور، ولا انت ولا اي حد توفى. الحمد لله الحمد لله، ربنا رجع لكم حقكم. حسيت ان احمد اخويا تعبه كله ما راحش على الفاضي، ولا دم الشهداء ولا دم المصابين كلهم. ده ثوره ثمنها دم. الحرية ثمنها دم. احنا كشعب كنا لازم ندفع الثمن ده. دفعها من دم أبنائنا ودم شهدائنا، والحمد لله حصل على حريته.
يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك